فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم في وفد في تجارتها، وقالت لرجل اسمه ميسرة: أريدك أن تتابع محمد في كل سفرك، لأن سافر مع الرسول في نفس التجارة، وتخبرني بأمره إذا عدت. فلما رجع ميسرة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم معه، قالت له خديجة: حدثني بأعاجيب ما رأيت من هذا. فقال: رأيت 3 أمور في سفري مع محمد. قال: أما الأول، فمنذ أن خرجنا من مكة حتى وصلنا إلى الشام، والله ما تحركنا حركة في نهار إلا وكانت فوقه غمامة تظلله عن الشمس في كل مكان. يقول ميسرة: فأردت أن أختبر محمد، فقلت: يا محمد، تسابقني نتسابق أنا وإياك؟ يقول: وهدفي أريد أن أركض ويركض محمد حتى أشوف السحابة هل تتحرك أو لا. قال: فسابقته، ووالله إن السحابة تركض فوقه كلما ذهب وكلما رجع صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الأمر الثاني، فإننا حينما دخلنا إلى الشام نزل النبي تحت شجرة، ثم أخذ يبيع ويشتري، وكان لا يحلف على بيع ولا على شراء، وكان إذا قال القيمة بكم كذا شرى أو ابتاع، دون أن كما يسمى اليوم يأخذ ويعطي في مفاوضة بيع. فمر عليه أحد الأحبار على ميسرة، قال: تعال، من هذا الرجل؟ قال: هذا محمد بن عبد الله من قريش من العرب من مكة. قال: هذا نبي هذه الأمة، فإنه ما نزل أحد تحت هذه الشجرة إلا نبي، وهذا هو نبيكم يا قريش. قال: وأما الأمر الثالث، فإننا في طريقنا ما جلس النبي تحت شجرة يريد أن يستظل بظلها أو يأكل من ثمارها إلا نزلت الشجرة حتى تغطي جسده وينحني إليه الثمر حتى يقطف منه صلى الله عليه وآله وسلم. فوافقت خديجة أو ارتاحت خديجة إلى هذا الرجل وهذه الشخصية، وخديجة من أكبر وأشرف نساء قريش رضي الله عنها وأرضاها، تزوجت قبل النبي برجلين وعندها 3 أبناء، وخطبها كثير من الناس من كبار وشيوخ قريش والعرب، لكنها كانت ترفض. رأت رؤيا في المنام بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تجارتها، وهي رأت أن القمر أو الشمس تدخل في بيتها، فأولها لها ابن عمها ورقة بن نوفل وقال: إن صحت رؤياك فإن النبوة تدخل في بيتك. ثم عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الزواج بعد 2 عام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 عاما، وعمرها رضي الله عنها كان 40 سنة. ولا تزال بركة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في كل شيء. أعداؤه يعرفون بركته ويعرفون طيبه في حياته وفي مماته. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، أرسل الصحابة إلى النجاشي المهاجرين في هجرة الحبشة الأولى، أرسل 100 شخص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى النجاشي أصحمه، فإنه رجل عادل ولا يظلم في ملكه أحد. فذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا مجموعة عددهم 100. فلما وصلوا قالت قريش: إن محمدا أرسل من أصحابه من سيقطع العلاقة بيننا وبين النجاشي. النجاشي في أرض الحبشة كانت إمبراطورية، تعتبر الحبشة في ذلك الوقت أثيوبيا اليوم، تعتبر بلدا لها مكانته وقيمته، ولا السياسية ولا التجارية ولا الاقتصادية. فخشيت قريش أن تنقطع العلاقة بينها وبين الحبشة في وقت النجاشي. فذهب عمرو بن العاص ومعه عبد الله ابن أبي ربيعة. عمرو بن العاص في ذلك الوقت ما زال كافرا مشركا. فلما دخلوا على النجاشي، العادة إذا ذهب عمرو بن العاص لأن صديق النجاشي يدخل عليه مباشرة، لكن في هذه السفرة
دخل على الوزراء والبطارقة حتى يرشيهم، يريد أن يقنعهم بأن الموجودين من المهاجرين أن وجودهم ضرر على الحبشة وعلى قريش في مكة.